أهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا ومشاهدين. موضوع النهاردة بقاله فترة كبيرة مأثر في السوشيال ميديا، ومأثر في مواقع التواصل الاجتماعي، وبقى كلمة كل واحد ماشي في الشارع وشغل الشارع بتاع الناس، وإزاي نحافظ على فلوسنا، وإزاي نحط فلوسنا في حاجة يعني تجيب فلوس، وإزاي نعوض التضخم. فموضوع حلقة النهاردة هنتكلم عن الذهب. طيب، محدش فيكم سأل نفسه الذهب ده بيتحدد سعره على أساس إيه؟ كل واحد فينا ماسك الموبايل وداخل على المواقع ويشوف سعر الدهب النهارده 3200، 3000 مش عارف وكام، 5000 وكام، 2000 وكام. طب محدش فكر في يوم من الأيام السعر ده بيتحدد على أساس إيه؟ يا هندا من خلال هذا المنبر هنشرح لحضراتكم السعر ده بيجي ازاي. مبدئيا انت لو لفيت مصر كلها محدش هيقولك انا هقولهولك، لكن انا هقولهولك بمنتهى الصراحة وبمنتهى الامانة. مبدئيا سعر الذهب ده بيتحدد على اساس حاجة اسمها شاشة المعادن. شاشة المعادن دي شاشة معروفة بتتداول زي اي شاشة موجودة، زي الشاشات بتاعت الدولار، وزي الشاشات بتاعت العملات، والشاشات بتاعت محاذير الزراعية، والشاشات بتاعت الأسهم، وشاشة الأوبك بتاعت البترول. فهو في شاشة مخصصة للذهب. أول ما تفتحها كده هتلاقي مكتوب الذهب الجولد، وبعدين السيلفر الفضة، وبعدين البياتين اللي هو البياتين، واليوديوم والبلاديوم، ودي مواد برضه زيها زي الذهب بس مش نفيسة زي الذهب. فأول ما بتشوف السعر، أول ما بتفتح هتلاقي سعر وقية النهاردة قفلت يوم الجمعة، هي بتقفل يوم الجمعة وبترجع تفتح تاني يوم الأحد بالليل، إن هي أجازتهم يوم السبت والأحد، فبيرجعوا يفتحوا تاني يوم الأحد بالليل. هتلاقيها 2029 زي ما ظاهر قدام حضراتكم في الشاشة، وزي ما ظاهر قدام حضراتكم في الرسم البياني. 2029.60 سنت. 60 سنت ده السعر، ده سعر الدولار، ده سعر المضاربة بالدولار. أما بتروح تشتري من هناك ما بيديكش دهب خام، بيديك ورقة أو بيديك كأنها أسهم بالظبط. السعر ده المفروض يتضرب، ده عالميا، ده سعر عالمي. المفروض أنت في أي دولة في العالم بتضربه بالدولار، يعني هي الشاشة شغالة بالدولار. فطبعا أنت لو ساكن في دولة اقتصادها قوي زي السعودية، زي الكويت، زي مثلا الإمارات، فهيبقى الدولار بالنسبة للعملة ضعيف. الدولار بالنسبة للعملة ضعيف، إنما هنا بالنسبة الدولار الجنيه المصري شوية الفترة الأخيرة مش متظبط، وأنا مش عارف إيه السبب، إيه هو مش متظبط. لكن واحدة واحدة نمشي خطوات واحدة واحدة. ف 2029.60 سنت أنت بتضرب في سعر الدولار. المفروض كام سعر الدولار يا باشا؟ 31 جنيه وبريزة. المفروض كام؟ 31 جنيه و10 ساغ، اللي هو سعر البنك. ماليش دعوة بالسوق السوداء، لأن السوق السوداء ده مخايف. معرفش الدولة أصلا المفروض كانت، يعني دي قوانين البنك المركزي، كل تعامل في عملة غير بره البنك المفروض ده بيتحاكم. يعني انا ما اعرفش هي الدوله ليه ساكته عليهم، وانا مش بتكلم في السياسه، انا بتكلم في اقتصاد. يعني احنا بنتكلم في اقتصاد. فالسعر 2029 بيتضرب في 31 جنيه و15 قرش، يعني المفروض سعر الجرام 1760 جنيه. يعني كل تاجر انت بتخش عليه بيبيع لك ب 3500، هو مشتغلك في 1700 جنيه زياده. حاططهم فين؟ حاططهم في جيبه، في جيب سعي هو بيقولوا عليه، هو بيحدد السعر. يقول لك اصل في عرض وطلب عليه. طبعا الكلام ده هبد، يعني ايه عرض وطلب كتير عليه؟ وما تسألهم بزيادة أكتر، وتسأل أي سايغ أو واحد مسواقجي اسمه مسواقجي بيبيع الذهب في مصر كلها، ده اسمه مسواقجي، بيقعد بيشتري ويبيع الذهب من، ده اسمه مسواقجي. تسأله أنت بتحدد السعر ده على أساس إيه؟ يقول لك أصل عندنا طلب كتير. طب هو الطلب بيرفع السعر الدب و100%؟ انما هو للاسف بيضرب لك سعر الدولار سوق سودا، ضربه ب 56، مره ضربه ب 58، مره ضربه ب 59. فلما تضرب السعر ده 2029.60 في 31 و15، ترجع تقسم تاني على 31 جرام و10، اللي هو سعر السبيكة أو سعر التوية أو سعر الوقية زي ما بيقولوا عليها، فبيطلع السعر بتاعك عيار 24. ومن خلال 24 بتضرب في 24 تقسم على 21 يطلع 21، وبتضرب في 21 تقسم على 18 يطلع سعر 18، وتضرب في 21 تقسم على 14 يطلع سعر 14، وتضرب في 21 على عيار 9 على عيار 12 على أي عيار بيطلع لك السعر. طيب السؤال اللي أنا بسأله دلوقتي لحضراتكم وكل اقتصاديين بيشوفوني، وأنا أتشرف إن هم بيشوفوني، هو دلوقتي أما سعر الدولار يبدأ يتظبط، ال 1700 جنيه اشتغايه دي او الزياده دي هتروح فين؟ يعني يعني المستهلك ذنبه ايه يدفعها من جيبه؟
يعني هو المستهلك بيدفعها ايه من جيبه، يعني هو جاي هو عايز يحافظ على فلوسه ولا انتوا بتدمروا له فلوسه؟ طيب اما حرب اوكرانيا وروسيا هتخلص، الشاشه ام 2029 دي ممكن تنزل 1800، ممكن تنزل 1900. فحرام، فانتوا بتدمروا ايه الناس، بتدمروا ايه اقتصاد الناس. ما علينا. ايه غايه كمان سعر الدولار؟ يعني هو يقول لك مفيش معروض. طب هو يعني ايام نظام مبارك كان المعروض ده بيتجاب منين؟ ما هو نفس دخل مصر، هو دخلها من السياحه، هو دخلها من قناه السويس، هو دخلها من المصريين المقيمين من الخارج. هم ما يرجعوش ما يرجعوش على فكره، هم عشان بره بيبعتوا اهلهم بالدولار. بس للاسف الطابور الخامس والخونة والجواسيس هم اللي بيضغطوا عليك كمصري عشان انت تتضايق من الاسعار، فتنزل تشتري دولار، تخبي ذهب، تخبي فضة، اشتري عقار ولا اشتري جنيه. على فكرة بالمناسبة لما حد يجي يسألني الفرق ما بين الجنيه والسبيكة ايه، اقول لك هو كل واحد هو كل ذهب، هو فرق بس في العيار. لكن نظام مبارك وبطرس غالي وفاروق العقدة ما كانش عندهم مكنة طبع دولار، هم ما كانش عندهم بنك فيدرالي مثلا. هو كان الدولار بيجي وكان شغال، هو نفس دخل مصر دلوقتي موجود وشغال. انما الجواسيس والخونه هم اللي عايزين يخلوا مصر تخرج من مكسب الامم المتحده افريقيا، كاس الامم الافريقيه. واتمنى النجاح والتوفيق لفريقنا الوطني، اتمنى لهم النجاح وياخدوا الكاس ان شاء الله ويرجعوا منصورين. هم عايزينهم يخرجوا ويخسروا زي ما هم بيضايقوك في الشارع، بيغيروا عليك الدولار عشان يضايقوك في الشارع، تنزل تلاقي كل حاجه كل يوم بسعر، كل يوم بسعر. فخليك انت كمستهلك مش عارف تعمل ايه، اشتري دولار، اشتري ذهب، اشتري بياتين. طيب لما هيتظبط سعر الدولار الناس لما هتنزل تبيع هتبيع بكام؟ حد يجاوبني. وكل الاقتصاديين يطلعوا يقول لك خلي بالك انا اراهنك ان الذهب هيجيب 5000 جنيه. طب انت عرفت منين؟ انت عرفت منين اجيب 5000 جنيه؟ بتقول الكلام ده على اساس ايه؟ ليه يعني بتخلي الناس تيجي ورا سلعه وتعمل ضغط على سلعه وكلام غير واقعي، وسلعه اصلا سعرها مضروب في اتنين بسعر غير مبالغ فيه. وانا شرحت لحضرتك انت بتبدا ب 2029 مفروض في 30 جنيه سعر الدولار البنكي. الدول كلها على مستوى العالم بتحدد عملتها، محدش بيشتغل بره السعر البنكي. دي مخالفة زيها زي واحد بيبيع دقيق بسعر غالي، زيه زي بيبيع واحد سكر، زيه زي بيبيع واحد دواء. ما ينفعش واحد يحط سعر معاكس الناحية التانية الدواء معيناه. تيجي ناس تقول لك طب الضربات الأمنية ما بتنفعش، ايه؟ يقول لك يا باشا ما فيش ضربات أمنية. وكل ما نكلم حد يقول لك ما ينفعش الضربات الأمنية أصل هي هتنقص. يعني يا باشا بقول لك طبق أحكام عسكرية. زي ما كانش ايام الكورونا بيلبسوا كمامات بيمشوا في الشارع بتاخدهم وتدفعهم غرامه فوريه يا اما توديهم حاكم عسكري، المفروض كل واحد عنده دولار تمسكه توديه محاكم عسكريه. بكده الدنيا تتظبط وترجع الناس تتعامل مع البنوك تاني والصرافات تاني. ما الصرافات دي فاتحه تعمل ايه؟ هو يعني الصرافات دي فاتحه تعمل ايه؟ عشان هنبيع عطاري تحت البيت عندنا، ولا عشان ايه؟ ولا نبيع الكهربائي على نص شارعنا؟ وشكرا لحضراتكم.